الذي قاد وما زال يقود الشعوب العربية نحو الانفتاح والتحرر إلى آخره. هذا الدستور هو جاء دستورا توافقيا دستورا تشاركيا تداعى له كل الأطياف السياسية، وخرج الدستور إلى الجهات وخرج خارج الوطن، وتحدث المواطنين على مشاغلهم وعلى آرائهم وانتظاراتهم من هذا الدستور، وتحدث المواطنين على مشاغلهم داخل جهاتهم. تحدثت المرأة، تحدث الشاب، تحدث ذو الاحتياجات الخصوصية، تحدثت الجهات المهمشة، تحدثت الجهات الداخلية، تحدثت الجهات الداخلية وأفردت بفصول كما الفصل 12 من المبادئ العامة اللي ينص على التمييز الإيجابي للجهات الداخلية المحرومة، الجهات الداخلية التي سلط عليها الضيم كما جهتنا جهة قفصة اللي سلطت عليها الدكتاتورية، الضيم والقهر والتهميش لطيلة عقود، كما الفصل 136 اللي يسمح بأن هناك مداخيل تخصص مرابيع من مداخيل الثروات الطبيعية للجماعات المحلية في الجهات. هذه الفصول هي فصول ثورية. كذلك الدستور هنا كان دستور حريات بامتياز، فقد أدلج وقد أسس لحرية الفرد ولكرامته في المساواة في الحقوق